بما إني مصرية تعالوا أوريكم كيف نسوي ورق عنب بطريقتنا. طبعا المحشي ورق عنب حقنا أبدا مو حامض ولا مقبلات، هذا وجبة أساسية. ورق عنب مغسول ومسلوق لمدة 30 دقيقة، سمنة وزبدة وزيت، سمنة فلاحي، 3 حبات بصل، نص جزرة، نص فلفل رومي، وحبة فلفل حار، و4 فصوص ثوم، سيبهم يتشوحوا شوية، نص حزمة بقدونس، كزبرة، شبت، وبحجم قبضة اليد نعناع. ناخد من كل نوع شوية، تشوحوا مع البصل، هذه الحركة مرة حلوة تخلي المحشي مرة طعمه لذيذ. نشوحهم كويس. ملعقة كبيرة صلصة، نص ملعقة سكر عشان المرارة، نشوحهم كويس. مكعب مرق الدجاج، بهارات، ملعقتين صغار فلفل أسود، ملعقتين صغار كمون، ملعقتين صغار كزبرة، رشة بابريكا، رشة بصل باودر، ثوم باودر، الملح حسب الرغبة، عصير 3 حبات طماطم، سيبهم لين يتسبكوا، 3 كاسات رز مغسول مو منقوع، بس شوية يتجانسوا على النار، نتأكد من الملح نظبطه، نحط الخضرة بالتدريج لا نتهور عشان ما نتورط، بس ونطفي النار. نوع القدر مهم جدا في تسوية المحاشي، لازم يكون من تحت يعني مو خفيف عشان ما ينحرق. أنا أحب الطريقة هذه في اللف لأنها سريعة، تساعدني أخلص بسرعة. نتأكد مقفل من كل جهة. حبة فلفل رومي مقطع شرايح، و4 فصوص ثوم مقطعين شرايح، مرق الدجاج ومكعب مرق الدجاج، وشوية سمنة بلدي بتخلي طعمه لذيذ، عصير حبة طماطم، نخلطهم مع بعض ونتأكد من الملح. نحط لين يوصل للنهاية، يعني نغمره. أنا زودت لنا شوية شوربة بس ما تصورت. أسيبه على نار عالية لين تقل الموية، بعدين أوطي أخليه شمعة من ساعة ونص لساعتين إلا ربع على حسب نوع الورق. يلا جربوه وأستنى وراكم في الكومنتات، وعليكم بالعافية. وطبعا لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد.